حوالي 11 شهر، وخصوصا يوم 4 أغسطس 2023 وأنا قاعد وبدور على كونتنت أعمله، جت في بالي فكرة، وهي أعمل حلقة توقع الدوري الإنجليزي وأقول ل 20 فريق من وجهة نظري الخاصة بناء على انتقالات ومستويات الفرق اللي كانت في البري سيزون. الوقت إني أراجع التوقعات اللي قلتها وأشوف قبلت إيه وقلت إيه، وعشان أعمل توقعات جديدة ولا لأ، فيلا بينا. هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ. رونالدو. طبعا الانترو الجميل. واخيرا خلاص الكوره راجعه تاني بعد اجازه نوعا ما طويله لمحبي وعشاق كره القدم. ثانيه واحده، ايه الحلقه دي؟ انا كنت بفكر في ايه وانا بحلق الحلقه دي بجد. ولد انت بتعيط ليه كده؟ في ايه؟ لا خلاص بقى. نجوم كتير وفرق كتير بقت نفس المستوى، فرق كتير دعمت صفوفها بلعيبه كتير، وده خلى توقعات السنه دي تكون صعبه. هذه الحلقة برعاية جاي اثير الجدل، هو حرفيا اثاره جدل الحلقه دي. ثانيه احنا ابتدينا الحلقه ونسينا نقول الرولز، ينفع كده؟ طيب الرولز كالاتي. طبعا الرولز لو جبت الفريق بالظبط 2 بوينتس، لو جبت مثلا فريق زياده مركز او اقل مركز بنقطه، ولو زياده مركزين بس الفرق، يعني سي مثلا توقعت فريق في المركز هنقول العاشر وهو طلع الثامن، بس الفرق بينه وبين التاسع نقطه وحيده فقط، هاخد عليها نص درجه بس كده. حته تطبيل لنفسي يعني، بس ماشي. بكم من جديد ونبدا على طول بالمركز ال20 كده. طيب ال20 لوتن تاون. ثانيه واحده، مين ال20؟ شيفيلد يونايتد. لوتن تاون ال18 26 نقطه، بعدها بيرلي ب24 نقطه، فرق نقطتين. ما ينفعش اغير اخليها بدل فرق نقطه بين صح بابا؟ ماشي، انا اسف. مش متوقع منهم اي حاجه ولا اي حاجه ولا سمعت عنهم. هم هبطوا صح، فانا شايف حق الله هم هبطوا، فهاخد نص معلش نص. ولا اعرفهم، فهم في المركز ال20. يلا اقلب اللي بعده. مركز ال19 ايفرتون. انا شكلي كنت بهبل جامد في الحلقه دي. ايفرتون ال15. طب سلام انا بقى، مع السلامه. طب نسمع، قلت ايه؟ نسمع. مش قد كده. السنه اللي فاتت حتى كانت بتهبط بالعافيه بقياده فرانك لامبرت، وكانت حالتها بالبلا، والاغلب لعيبه كلام يحترم وكلام كان حاصل. ماليش دعوه بقى هم غيروا مدرب ولا عملوا، ماليش دعوه. شيفيلد يونايتد طلعوا ثانيه واحده. شيفيلد يونايتد ال18. شيفيلد يونايتد هنا كام؟ شيفيلد يونايتد ال20 هبطت برضه، بس الفرق بينها وبين لوتن تاون 10 نقط. بص هقنعك. لوتن تاون دلوقتي انا حطيتها ال20 وهي ال18، شيفيلد يونايتد حطيتها ال18 وهي ال20، فانا بدلت. حلو، فانا بدلت والاثنين هبطوا كده، فهجيب نص ودي نص، يعني نقطه. ماشي، نقطه. بص على الدوري ازيكم عاملين ايه، وهينزل تاني عادي جدا، مفيش اي كلام حاجه. يحترم. شيفيلد فرقه كويسه يعني، ما بتطلع بتعمل طلعوا سنه بص فوق ونزلوا تاني عادي. حاجات كويسه. بورموث حلو، بورموث حطيتها ال17. بورموث ال12. بورموث الصراحه كانت السنه دي كويسه بحد كبير، يعني 48 نقطه، مركز ال12. يعني مش هتهبط، لكن دي جلت خالص، مش هقدر اتكلم. ما تهبطش، وهتحاول تقعد وتكمل عادي جدا. فرقه كويسه، فيها لعيبه كويسه بغض النظر على التسعه اللي لبسهم. فرقه كويسه فعلا، فيها لعيبه كويسه. مركز ال16 بيرلي، يعني الفرقه دي بيرلي حطيتها ال16. بيرلي كام؟ بيرلي ال19. ماشي. انا توقعت كومباني يعمل معاهم حاجه، بس مشوه بدري ولا مش فاكر ايه اللي حصل، يعني حصل حاجه، بس انا كنت بناء على حاجات مستندات وحاجات كده. هم بقى اللي مفيش يلعبوا كورة، انا مالي. لكن هيقعدوا معانا في الدوري الانجليزي طبعا بقياده فينسنت كومباني، قائد تشيلسي السيتي السابق واسطوره يعني. لا، عامل الحق يتقال، الراجل عامل مشروع كويس مع بيرلي، الراجل عامل فرقه كويسه مع بيرلي، الراجل اعتقد هيكمل، مش هيمشي، هيفضل مع الفريق، والفرقه هتعمل
اداء وصفقات كويسه. معرفش صفقاتهم الحقيقه، لكن اعتقد انهم هيعملوا اداء كويس. برضو هيبقوا بيحاولوا يفلتوا من الهبوط، وهيفلتوا ويبقوا موجودين، مش قوي هو كان لايق لكن يبقوا في عليهم المركز الصراحة بس 16، مركز لايق عليهم ماشي، وكويس، ربنا يسامحك يا ويقعدوا كوم. سنه كمان في الدوري الانجليزي. ال 15 فولهام. 15 فولهام. يعني فولهام السنه اللي فاتت جت معاها. 15 السنه فولهام. اللي فاتت فولهام ال 13 فرق نقطة. الفرق نقطة. الفرق نقطة. الحمد لله الحمد لله. النص كمان. أنا عمال أجمع فينسوس لحد دلوقتي ها. هيبقوا زي بيرلي، فرقه كويسه. دي رولز ما بترخم على خلفتهاش. الباقي، دي رولز لكن قلتها أول مش حلقة. هيكون موجودين هداف في متروفيتش يا باشا مركز خلاص. 15. ال 14 كريستال بالاس. يعني حلو. ال 14 كريستال بالاس الكام؟ كريستال بالاس العاشر. جلت خالص دي. جلت خالص باتريك دي. فيرا مشي، فالدنيا جلت باظت خالص بالنسبه دي. لي. يعني انا بالنسبه لي شايف كريستال بالاس مش هيعملوا اي حاجه تاني. يعني بالنسبه لي كانوا ممكن يعملوه، كان هيبقى تحت قياده باتريك فيرا مشي خلاص. أنا مش هعمل حاجة توقعات السنة دي لو فضلت بالمستوى ده. كتير ويجيبوا فلوس ويجيبوا لعيبه صغيره وهكذا، بالظبط. والفرقه برضه وما هتبقى شرط ماشية السنة شغالة. دي برضه معرفش ليه، شكله المدرب مش حلو معرفش. وبرضه هتبقى ايه في منطقه دافئه في الدوري الانجليزي. 13 وولفز. ثانية وولفز واحدة. يعني ثانية واحدة. وولز كانت ال 14. وولز كانت ال 14. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نقطة كاملة ليها أحقية. يعني المهاجم الحمد بتاعهم لله مشي، رب خط العالمين. النص بتاعهم نقطة. مشي، وحالتهم الحمد لله تصعب على ربنا الواحد. نصر. قاعد بدور على النقطة دي بقالي كتير. مركز ال 13 داخله شويه فوق، هترجع تاني تحت، مش تحت قوي. لكن انت فاهم صح؟ طب تمام. ال 12 نوتنجهام فورست. يعني نوتنجهام السنه اللي نوتنجهام ال 12. نوتنجهام طلعت الكام؟ نوتنجهام طلعت ال 17. طيب ماشي. مين ال 12؟ بورموث. انا برضو عكست بين بورموث ونوتنجهام، واخد لي بالك؟ يعني انا قلت بورموث ال 17، واخد لي بالك؟ وانا عمال اعكس النهارده، واخد بالك؟ ودلوقتي برضو نوتنج يعني موسم كويس اتوقع. بس بص بعد تفكير عميق واستشارة المستشارين والسادة الحضور، هاخد نص عشان انا شقلبته يعني نص. ماشي شكرا. 12 موسم كويس بالنسبه لتاني سنه ليهم في البريمير ليج بعد غياب سنين. من ال 11. مركز 11 وست هام. ال 11 وست هام كام؟ وست هام التاسع. لا فرق كتير مش هقدر اتكلم. وست هام التاسع وانا توقعتها ال 11. يعني قريبه برضه، قريبه. الحمد لله كله قريب الحمد لله. قد كده الصراحه السنه اللي فاتت ما عجبتنيش. يعني ديفيد مويس شغله ما كانش قد كده. طبعا كسبوا الكونفرنس، يعني مبروك ليهم. فعلا ديفيد مويس شغله ما كانش قد كده، وديفيد مويس اهو مشي. مركز في الكونفرنس، لكن برضه الدوري الانجليزي انت كنت بتهبط. فيعني ما اداء مش عاجبني قد كده. ما اعتقدش ان ديفيد مويس هيقدر يستفيق بالفريق ويرجع بيهم تاني بعد الصفقات اللي جابها وفشلت، ابرزهم ساكاماكا. العاشر برنتفورد فرقه مستقره. العاشر برنتفورد. مين العاشر؟ العاشر كريستال بالاس. وبرنتفورد 16. وانا عكستهم برضو. لا ثانية واحدة. 3 hours later. عشان قلت بيرلي. لا ما عكستهمش. ماشي. العاشر جلد برضو. فرقه مستقره، الراجل شغال، لعيبته ما بيبيعش، بيجيب، والدنيا شغاله زي الفل، ما بيعملش اي حاجه. الدنيا شغاله زي الفل. هم طلعوا كام بقى على الدنيا شغاله زي الفل؟ طلعوا 16. الدنيا كانت شغاله خالص، فكك من اللي انا بقوله. لهم قدام. ده كان بناء على الموسم الماضي. كلام كان، واعتقد كل الناس كانت شايفه ان برنتفورد فريق كبير. يعني بناء على الموسم الماضي اعتقد اغلب الناس كانت شايفه ان برنتفورد كان عامل بروجكت وشغل ومشروع حلو، وكان باين ان برنتفورد ليها مستقبل قدام. كان باين ان برنتفورد هتعمل حاجه قدام. هتقوم العاشر. التاسع توتنهام. هتيجي تقول توتنهام. التاسع توتنهام. مين التاسع؟ التاسع ويست هام. توتنهام الخامس. مش هقدر اتكلم يا ابني. اقلب يا ابني الهبل ده يا ابني. تقول لي ليه؟ هقول لك. مشوا اولا، جابوا مدرب غريب اسمه انجي. واعتذر لمستر انخي. اسمه انخي مش انجي، انا كنت بتريق. انخي استقروا انا انخي. مستر انخي الوحيد هتبقى في الفريق هو جيمس ماديسون. يعني جيمس ماديسون تقريبا اتصاب وما لعبش، شغال بالماتشات. الثامن تشيلسي. الثامن تشيلسي حلو. الثامن يونايتد انا عارف. تشيلسي السادس. لا يونايتد جايب 60، نيوكاسل جايب 60، تشيلسي جايب 63. ماشي. فجأة مشاهم كلهم السنه دي. انت ممشي فرقتين بحالهم يا ابني. حصل كمان ماشي فرقتين بحالهم. يعني حاجه غريبه والله. تشيلسي تحت قياده بوشيتينيو، يعني هيبقى موسم حاجه صعب الحقيقه، بس يونايتد وقع فقدر يدوس هو ويضغط
وبعدين كول بالمر، صفقه كول بالمر. الحلقه دي اتعملت قبل صفقه كول بالمر، فبالمر ما بالمر جه في الاخر خالص. ما توقعتش اصلا لو لولا بالمر اعتقد تشيلسي كانت هتبقى الثامن. الفرق بينها وبين الثامن 3 نقط يعني. السابع استون فيلا. السابع استون فيلا. استون فيلا كام؟ استون فيلا الرابع. استون فيلا الرابع. استون فيلا الرابع بعيد. استون فيلا الرابع بعيد بفرق 8 نقط. بصراحه من ساعه اول سنه طلعوا فيها والجون تريزيجيه اللي جابه في ارسنال خلاهم يكملوا، وهم ما نزلوش وبيعملوا اداء عالي العالي حصل والله. بصراحه. استون فيلا حقيقه تيشيرت اهو ورا. التيشيرت ده انا جايبه مخصوص عشان تريزيجيه. التيشيرت ده بتاع تريزيجيه جايبه مخصوص. استون فيلا لا بصراحه استون فيلا ساعه ما طلعوا وهم بصراحه ماشيين كويس قوي بصراحه. كل موسم في تقدم. يوناي ايمري اللي عامل موسم قوي جدا. ندخل بقى على ايه؟ الستة اللي فوق. ايوه الستة اللي فوق. برايتون طلع ال 12. برايتون طلع ال 11. برايتون طلع ال 11. والله توقعت تزيربي يعمل شغل عالي بس ما الدنيا باظت منهم على الاخر يعني. ال 12 وانا السادس فرق كام نقطة. لا بلاش اعد احسن بلاش اعد. كويس. نادي حاسه حط قالب لي يا على ابني صفر نيوكاسل كمان على بروسيا دورتموند على هو ميكس غريب كده. نادي في نفس الوقت بيستثمر في اللعيبه ويبيعها وفي نفس الوقت بينافس. طب في الحالة دي بجد ولا ايه؟ برايتون والله ما بهزر في الحالة دي. جميله جدا. ما نزلهاش. لعبها حلو. فرقه انا بحب اتفرج عليها. مش عارف. تحت قياده ديزيربي. لا نكمل. طبعا بعد ما باعوا ماك اليستر وفي الغالب كايسيدو هيتباع، لكن فرقه بتعرف تلعبها صح، بتعرف تجيب لعيبه، بتعرف تنافس، ما بتتاثرش من اللعيبه. بلاش هجس بقى بلاش هجس. انا غلطان قلت الكلام ده والله. الرابع نيوكاسل. طبعا نيوكاسل السنه اللي فاتت الخامس نيوكاسل طلع كام؟ ايه ده؟ نيوكاسل مش في الدوري اصلا. نيوكاسل السادس وانا متوقعها الخامس. فرق بينها وبين فرق 6 نقط. فرق 6 نقط. جدا طلعوا رابع ودخلوا دوري الابطال، لكن السنه دي هيكون مختلف. هو فعلا عبكة الدوري الابطال والكاس والدوري كانت ضغط عليهم فوقعوا عملوا حصل دروب. فالفرقه مش هتعرف تنافس، فهتحاول وتوصل للمركز الخامس. بيلعبوا يوروبا ليج، حاجه كويسه بالنسبه لنيوكاسل. توب فور، وانا عارف اني هتهزق جامد في التوب فور بس ايوه التوب فور وهتهزق جامد. انا ما اعرفش مين الرابع بس انا متاكد ان انا حطيت حصل حاجه فتقريبا اخترت ارسنال 4 عند واحد صاحبي المركز الرابع تقريبا يعني. أرسنال الرابع صح؟ ارسنال. والله انا عارف نفسي. انا عارف انا حصل حاجه قبل الحلقه دي مش فاكر هي ايه، بس عند حطيتها الرابع بناء على ايه ما اعرفش، بس هو عند الرابع فهي الرابع. ماشي خليه رابع. ارسنال الرابع، ما اعرفش او حتى انا وانا جوه يعني حتى وانا بصور مستغرب من نفسي ازاي ارسنال الرابع، بس انا قلت كملت الحلقه عادي جدا قلت ارسنال الرابع. ارسنال طلع الثاني يعني ما اعرفش ليه حطيت ارسنال الرابع، بس هفكر لك في سبب. انا حتى بدور على سبب. انا كنت بحاول افتكر الموقف وقتها. ما احبش ارسنال. حلو السبب ده، ما احبش ارسنال. وهقول لك بص انا اهو هقول لك دلوقتي عند في واحد صاحبي انا متاكد. انا ما بحبش ارسنال وانا حاطه رابع عندنا في واحد صاحبي اهو. انا عارف نفسي جدا. باعوا لعيبه كتير يعني. لا نادي شغال كويس. كاي هافرتس والصفقات واللعيبه وهتبتدي الدنيا تشتغل. بيتكلموا في 100 لعيب يعني. حلقه انتقالات طبعا لو شفتش شوف صفقات ارسنال لوحدها هي حلقه كامله. فارسنال هيبقى موسم كويس، لكن برضه منافسه الدوري على منافسه الدوري. والسنه دي كان اول دوري لغايه الاخر برضه. بالله عليك قول لي ان الثالث ليفربول. بتكلم وانا واثق وبقول الثالث. ماشي. يونايتد بقى كام؟ يونايتد بلاش نبص احسن. يونايتد الثامن وانا حاططها الثالث. الموسم هيخلص وهنراجع. انا برايي نقلب بلاش نتكلم في الحوار ده كتير يعني. خش لي على الثاني على طول. انت عرفتهم واكيد انت عرفت البطل، فانا هقولهم على طول من غير ما اعمل جو سسبنس. حلو. الثاني ليفربول والاولاني السيتي. ادي اول نقطتين. ربنا يعني يبارك للسيتي. 2 بوينتس الفيرست 2 بوينتس كل فرق مركز فهنديها نقطه. بس انا مش نقطه. هراهن على حاجه خسرانه يعني. هحط السيتي لان السيتي هياخدوا ولا حقيقي ليفربول كان بيحاول ينافس بس خلع في الاخر خالص. طيب هروح اجمع النقط وارجع لكم. 3 hours later. الحمد لله يعني هو المفروض درجه من 40. الحمد لله جبت ملحق الحمد لله 5.5 يعني. هو السيتي اللي نصفني الحقيقه. السيتي مداني نقطتين والباقي كلها عباره عن انصص بجمعها في بعض. مش هعمل الحلقه دي تاني يعني. فكره فاشله فشل ذريع يعني. واقفل يا ابني اقفل.